وفرت على إيران مجهود كبير جدا لتشويه أهل السنة، وفرت عليهم المشوار. في مسلسل غرابيب سود محاولات جادة لتشويه المرأة السنية وإلصاق تهمة الدعسنة بها عن طريق كذبة جهاد النكاح. الجميع يعرف مئات الجنسيات الآن تقاتل في سوريا، ليه ما اختاروا منهن إلا المرأة السعودية السنية بالذات؟ مسلسل غرابيب سود يحمل النظرة الإيرانية الصرفة تجاه أهل السنة ويسوق لها وينشر فبركات الشيعة وكذبهم ضد أهل السنة. قال المسلسل محمد أحمد علوي وديما الجندي إسماعيلية وعلي جابر رافضي، وش تتوقعون منهم بالله؟ جعلوا من حلقات التحفيظ والدروس الدينية هي المصدر الأول للإرهاب والدعسنة في العالم. حسبنا الله ونعم الوكيل. جهاد النكاح اللي تروجها الMBC ما أفتى به أي عالم سني أبدا، وينهم عن نكاح المتعة اللي يفتي به جميع أئمة الشيعة؟ مسلسل يرسل رسائل خبيثة يجعل كل متطرف شيعي معتدل وكل معتدل سني متطرف وكل محجبة داعشية. أبشركم بشارة، ترى السنة منتصرة وناصرها رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر. أخيرا قولوا آمين. الله لا يربح من أعلم في MBC ولا في روتانا راعية عدنان إبراهيم. السلام عليكم.